باش البلان ديال ثلاثه الكابليات اللي عتق بهم المغرب اسبانيا من البلان داز الضوء من القصر الصغير للاندلس الحبيبه. ركزوا معايا مزيان في هاد التفاصيل. عندك سيدي اسبانيا فاش طاح عندها الضوء كان خاصها تعتق راسها قبل ما توقع شي كارثه ب 60% من الضوء اللي فقدات. ولا رجعنا ل 1997 حتى ل 2006 كان واحد المشروع دارته اسبانيا والمغرب سميتو ريمو. هذا المشروع اللي فيه ثلاثه ديال الكابليات دايزين من فرديوه القصر الصغير لطريفه في اسبانيا بالطول ديال 29 كيلومتر، يعني تقريبا المسافه اللي ما بين المحمديه وكازا وسط المدينه وسط المدينه. هذا البروجي كان كيخلي اسبانيا والمغرب يبدلوا الضو بيناتهم من اجل الاستقرار ديال الشبكات الكهربائيه اللي مشات طراشي بلان، وهو اللي طرا دابا. المحطه اللي قلت لكم قبيله في القصر الصغير ولدات تقريبا 38% وصيفطاتها يا خويا تحت البحر لطريفه باش تشعل الاندلس. هي النيت فاش خرج رئيس الوزراء الاسباني شانسيز وقال في المؤتمر الصحفي ديالو كنشكروا المغرب حيت هو عاوننا باش نعيدوا التيار الكهربائي للمنطقه ديال الاندلس. الله يا ودي مرحبا، عشنا فيها 8 ديال القرون وحنا ولاد الدار الكبيره. غير هو بلاتي علاش تقطعات الانترنت في بزاف ديال الديور تليفونات وخصوصا الناس اللي عندهم اورنج. نفس الكابليات اللي قلت لكم قبيله ديال الضوء اللي دايزين تحت الماء ما بين المغرب واسبانيا، كاينين كابليات اخرين الالياف البصريه والشبكه النحاسيه حتى هما دايزين تحت الماء بحالهم بحال الكابليات ديال الضوء، وطبعا من بعدينهم حيت الكابليات ديال الضوء كيأثروا على الكابليات ديال الانترنت مع موضوع اخر. فكاين احتمال جزئي ان الحدث ديال انقطاع الكهرباء في اسبانيا وانقطاع الانترنت عندنا عندهم علاقه ببعض البنيه التحتيه الرقميه ديال المغرب اللي باش تخدم كتعتمد على بيانات ومراكز وخوادم كاينه في اسبانيا. ففاش تقطع الضوء ووقفات هذه الخوادم في اسبانيا تاثرات الخدمات اللي مرتبطه بها في المغرب. داكشي علاش الانترنت تقطعت واحد الوقيته. واللي كياكد هذه الهضره اللي كنقولوا الشركه ديال اورنج خرجت بتدوينه كتقول فيها بلي الانترنت اللي تقطعت عندكم السبب ديالها انقطاع كهربائي واسع في اسبانيا والبرتغال. ورساله للجاليه المغربيه اللي تقطع عليهم الضوء او واخا تقطع لكم الضوء نتوما مضوا. There's something bad about to happen to me.